حبايب قلب مروه العزب، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا رقم موبايل 010 164262507 رقم موبايلي. الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي، مروه العزب انجلش. وحشتوني جدا. كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع كده يا حبايب قلبي، يخص حد، تعتبر يعني انتمتي، بتحكي لي كل حاجه. فانا عمري يعني هي اسرارنا مع بعض بقالنا يجي 3-4 سنين، بس عمري ما فكرت ان انا اعرض لها مشكله ليها او الكلام ده خالص. ولكن حبيت اعرض المشكله طبعا من غير طبعا هقول اسماء ولا اي حاجه، وهي عارفه ان انا عامله الحلقه وكل حاجه يعني. محروجه اتكلم جدا لان الموضوع يخص مسائل شخصيه. اعملوا لايك للفيديو يا جماعه، مش مشترك يشترك بالله عليكم، اللي مش مشترك في الحلقه دلوقتي يشترك ويفعل الجرس، واللي مش مشترك في قناه حكايات ماما واسامه يروح يشترك دلوقتي. حلو، بحبكم جدا، ربنا ما يحرمني منكم يا رب العالمين. ابدا الموضوع على طول. صاحبتي دي يا جماعه، او البنوته اللي بتكلم عليها او المدام اللي بتكلم عليها، عندها 29 سنه، بنوته في عز شبابها. هي بنت بنوت على فكره، بنت بنوت عندها 29 سنه. بتقول هي اول حاجه حبت ولد. الولد ده يعني هي علاقتها كلها فاشله، لانها لما جت حبت ولد سابها بعد 3 سنين منتظراه ان هو يجي يتجوزها. في الاخر قال لها امك في العش ولا طار، او بمعنى اصح راح خطب واحده صاحبتها. يعني حظها وحش في الرجاله شويه، وبرضو تقدم لها كذا واحد. كل ما بتقعد مع واحد هي رفيعه قوي، يقول لها ما تاخدي حقن. يعني واحد قال، يعني 2 قالوا لها ما تاخدي حقن، تخني نفسك شويه، املي نفسك، انت رفيعه قوي كده ليه؟ انت حلوه وش ملامحك حلوه وكل حاجه، بس انت رفيعه قوي. حد تاني برضو كلمها وخلاص اتفقوا على قرايه الفاتحه وكده. مش عارفه اقولها لكم ازاي. بتقول له انت المفروض نعمل خطوبه بقى، يعني بدل الاسبوع الجاي خليها نقدمها 2-3 تبقى عيد، اليوم عيد ميلادي. قال لك ما كفايه ان انا راضي بيكي، عامله زي فحل البصل. رجع اتاسف لها وقال لها ما تزعليش مني، انت مش فحل بصل ولا حاجه، بس احنا بنقول عندنا في الارياف الرفيعه بتبقى عامله زي عود القصب او فحل البصل، حاجه زي كده يعني، بالمنطلق ده يعني. فبتقول انا مش قادره اكمل. يعني هي الكلمه في بدايتها ان هو بيقول لها كده عامله زي عود البصل، عود القصب، عود القصب. وعايز يعمل خطوبه وكل حاجه، بس بيقول لها هو كان خرج معاها 2-3 قبل ما يدخل البيت. فبقول لها انت يعني كلامه معاها دايما شكاك كده، يعني بقول لها وكل ما حد بيتقدم لك تخرجي معاه تاكلي معاه كده بره؟ فقالت له لا انا خارجه باذن اهلي. فهزاره معاها يعني ايه، بيهزر معاها بنفس الشكل ده. انت عامله زي عود البصل، انت عامله زي عود الكبريت، يا شيخه روحي ادخلي شويه، انت اهلك ما بياكلوكيش. هي كان عندها جرثومه معده يا جماعه، وجرثومه المعده دي رفعتها قوي، وكان بعد وفاه باباها يعني حاله نفسيه ما بتاكلش. تكمل معاه ولا تقطع الموضوع وتقطع العلاقه وخلاص؟ بما انكم يعني اصحابي وحبايبي، تقطع العلاقه ولا تكمل معاه؟ انتوا حبايب قلبي دلوقتي. كان بس الحاجه ممكن ترجعها بس بره. والله معايا، لو مش معايا هقول لك. تمام. اللي مش مشترك في القناه يشترك دلوقتي، واللي مش عامل لايك يعمل لايك يا جماعه. شكرا لكم.